حكايتنا بتبدأ في ريف فرنسا، وهناك بنقابل فار اسمه ريمي عايش مع المستعمرة بتاعته في قرية صغيرة. بس ريمي مش زي بقية الفيران، هو عنده موهبة نادرة، حس تذوق وشم رهيبة. أخوه إيميل بيحب الموهبة دي جدا، بس أبو ريمي مش عاجبه الكلام ده وشايف إن الفيران المفروض تاكل أي زبالة تلاقيها وخلاص، من غير بقى ما تشم ولا تحكم على الأكل. الهدف هو البقاء وبس. وفي يوم من الأيام أبوه جه ياكل تفاحة معفنة، بس ريمي شمها الأول وعرف إن فيها سم فران، وكده ريمي أنقذ حياة باباه. ومن اللحظة دي باباه عينه مفتش السموم للمستعمرة كلها، وبقى أي فار لازم يخلي ريمي يشوف أكله الأول قبل ما ياكله. ريمي كان بيكره الشغلانة دي، هو عاوز أكل حقيقي، مكونات طازة ونكهات، مش مجرد زبالة. قال لباباه إنه المفروض يتسللوا للمطابخ ويدوقوا الأكل الحقيقي، بس باباه حذره وقال له ابعد عن المطابخ وابعد عن البشر. بس ريمي طبعا مسمعش كلام، وكمان كان كل ليلة بيتسلل جوه بيت وبيتفرج على بطل عمره الشيف جوستو، أشهر شيف في باريس. ريمي كان بيحلم يبقى شيف هو كمان، فكان بيتفرج على برامج الطبخ بتاعته ويتعلم الوصفات ويفهم النكهات، وكمان كان بيقعد يبتكر أطباق خاصة بيه. تاني يوم ريمي رجع مع إيميل علشان يسرقوا أعشاب ومكونات يعمل بيها طبق مميز ومخصوص. في اللحظة دي التلفزيون اللي في البيت أعلن خبر صدمة: الشيف جوستو مات. وناقد أكل قاسي اسمه أنطون إيجو كان ادى مطعم جوستو تقييم سيء، فالمطعم كمان خسر نجمة، وجوستو ما استحملش الصدمة ومات من حسرته. ريمي كان مكسور ومصدوم، وقبل ما يستوعب الست العجوزة صاحبة البيت شافت ريمي وإيميل، فجريت بسرعة، جابت بندقيتها وبدأت تضرب نار. إيميل اتفزع وجري ناحية السقف مكان ما المستعمرة عايشة، فالست ضربت نار هناك هي كمان، فالسقف كله انهار والمستعمرة هربت في وسط حالة من الفوضى. والست كانت بتهاجم بكل قوتها وعايزة تموت أي فار يجي قصادها. المستعمرة قدرت تهرب في قوارب، بس ريمي وهو بيحاول ينقذ كتاب طبخ بتاع جوستو اتأخر واتساب وراهم، وفضل عايم في مواسير المجاري لوحده بعيد عن عيلته. مرت الأيام ومحدش رجع علشانه، كان بيقرأ كتاب جوستو علشان يصبر نفسه، وفجأة خياله صور له جوستو كأنه حي قدامه، مجرد رؤية أو مرشد في عقله. جوستو قال له سيبك من الفوضى وسيبك من الماضي وبص قدامك، اطلع لفوق في عالم كامل مستنيك. ريمي مشي ورا الصوت وطلع من ماسورة الصرف وشاف منظر يخطف العين، لقى نفسه في باريس وقدامه بالظبط مطعم جوستو. جوه المطبخ الطباخين كانوا شغالين زي الخلية. في نفس اللحظة دي بيوصل ولد شاب اسمه ألفريدو لينجويني، وهو ابن رينادا حبيبة جوستو القديمة اللي كانت توفت، وكان جايب معاه جواب من مامته بتطلب فيه شغل. الشيف الرئيسي سكينر رفض، بس طباخ تاني وظفه بالغلط وفهم سكينر غلط. المشرف شرح الموقف بسرعة وقال احنا كنا محتاجين عامل نظافة للزبالة فعيناه. سكينر ابتسم وهو مبسوط كده ان لينجويني اتحط في اقل شغلة، بس القدر كان لسه بيبدأ. لينجويني بدأ شغله الجديد، بس التوتر خلاه يغلط، خبط حلة الشوربة بالغلط وقلبها، وهو في قمة رعب وحاول يعيد طبخها تاني من غير ما حد يلاحظ، بس هو أصلا ما بيعرفش يطبخ، فبقى يرمي خضار وخلاص وهو وحظه. وفوق في السقف ريمي كان مراقب كل حاجة وكان مرعوب، لينجويني بيبوظ طبخة ومحدش في المطبخ واخد باله. ريمي قال لخيال جوستو لازم تعمل حاجة، ده مطعمك. بس جوستو رد عليه قال له أنا مجرد جزء من خيالك، انت اللي لازم تتحرك. في اللحظة دي ريمي اتزحلق ووقع جوه المطبخ،
وبدأ يجري بين الطباخين والسكاكين لحد ما وصل للشوربة وبدأ يظبطها، رش توابل هنا ولمسة أعشاب هناك، وفي ثواني الشوربة بقت تحفة. بس لينجويني شافه، وقبل ما ريمي يهرب حبسه تحت باسكت. وبعد لحظات الشيف سكانر دخل وشاف لينجويني واقف عند الشوربة وكان متغاظ جدا، لحد ما الويتر قدم الشوربة للزبون والنتيجة عجبتها جدا وسكانر اتصدم وما بقاش قادر ان هو يطرد لينجويني وبقى مجبر يخليه في المطبخ. في نفس الوقت ريمي هرب من الباسكت، بس سكينر لمحه وتقلب الدنيا فوضى. الطباخين فضلوا يطاردوا الفار في كل حتة لحد ما لينجويني قفشه في الآخر وحبسه في بطرمان. سكينر أمره ياخد الفار ويرميه في النهر، لأن الزباين لو شافوا فار هنا المطعم هيقفل. لينجويني أخد ريمي وراح بيه عند المية، بس ما قدرش يرميه. هو عارف ان ريمي هو اللي عمل الشوربة، وعارف ان ريمي بيعرف يطبخ وهو لأ، وكل حيرة وأمل اتكلم معاه بالراحة وقال له أنا ما بعرفش أطبخ بس أنت بتعرف، لو اشتغلنا سوا ممكن نعملها تاني. وفتح البطرمان. ريمي تردد للحظة وبعدين جري، ولينجويني قلبه وقع في رجليه وافتكر ان خلاص كده كل حاجة ضاعت. بس ريمي رجع، حركة صغيرة بس كان قرار مصيري وضخم. لينجويني ابتسم بارتياح واخده معاه البيت، وناموا هما الاتنين شريكين غريبين جدا عن بعض. وعلى الصبح كان ريمي جهز الفطار خلاص، ولينجويني كان مبهور. أكلوا ونزلوا على المطعم كشركاء. لينجويني خبى ريمي تحت قميصه ودخلوا المطبخ. سكينر على طول أمره يعيد نفس الشوربة تاني. لينجويني حاول بس ما كانش فاهم أي حاجة، فبدأ ريمي يوجهه عن طريق إنه يعضه في دراعه ويشده للناحية اللي المفروض يروحها. الموضوع نجح بس كان بيوجع جدا، وبدأوا يتخانقوا هما الاتنين من الإحباط. فلينجويني أخد ريمي ودخل بيه المخزن وقال له الموضوع ده مش هينفع، لازم نلاقي طريقة تانية من غير وجع. وفجأة سكينر دخل وحاجة كده رعب. لينجويني خبى ريمي بسرعة تحت طاقية الشيف، وهم خارجين لينجويني كان هيخبط في ويتر، بس ريمي شد شعره من تحت طاقية ووجهه بعيد. لينجويني جري على الحمام وهو مستغرب وسأله انت عملت كده ازاي؟ ريمي وراله وهو بيشد شعره كأنه بيحرك مارينيت وبيتحكم في دراعاته وحركته بالظبط. واللحظة دي فهموا هما الاتنين دي طريقة اللي هيطبخوا بيها سوا. رجعوا البيت وفضلوا يتدربوا طول الليل والنهار لحد ما الحركة ظبطت وبقوا مكملين بعض. فار وإنسان بيتحركوا كأنهم جسم واحد، وطبخ بجد بدأ من هنا. تاني يوم لينجويني عمل الشوربة تاني بالظبط وبمنتهى الإتقان، ومحدش عنده أي فكرة إن ريمي مستخبي في طاقيته وبيتحكم فيه من تحت لتحت. بس الشيف سكانر حذره وقال له لو عايز تفضل شغال هنا لازم تطبخ حاجات تانية غير الشوربة. وهنا دخلت كارلت علشان تدربه. كانت سريعة حاسمة ومنظمة جدا، وريته ازاي يتحرك بسرعة وينظم محطته ويحافظ على النظافة في وسط فوضى المطبخ الفرنسي الحقيقي. في نفس الوقت سكينر كان بيشوف البوسطة في مكتبه ولقى جواب مكتوب من ريناتا أم لينجويني. أول ما قراه وشه اتقلب وبقى أبيض. الجواب بيكشف إن لينجويني هو ابن جوستو. سكينر اتفزع وكلم المحامي بتاعه تالن، وتالن شرح له إن وصية جوستو بتقول لو ما ظهرش وريث في خلال سنتين من وفاته المطعم هيبقى ملك الشيف سكينر. سكينر هز راسه، بس دلوقتي في وريث ظهر وشك ان لينجويني بيخطط علشان ياخد منه المطعم. بس تالون طمنه وقاله ده حتة عيل نكرة، انا هعمل تحليل DNA ونثبت انه مش ابنه. لغاية دلوقتي التهديد مش ملموم، او ده اللي سكينر كان فاكره. تاني يوم زبون مدح الشوربة بس قال عايزين حاجة جديدة ومبتكرة، وبقت الطلبات كلها بتطلب طلب لينجويني الجديد، ودي حاجة غاظت سكينر جدا، فعمل خطة علشان يوقعه. امر لينجويني يطبخ أسوأ طبق عند جوستو وهو طبق الراتاتولي، تورلي الخضار. كوليت كانت بتساعده، بس ريمي خد باله ان الوصفة غلط فغيرها
وأضاف نكهات وتعديلات وتوازن من عنده. كولت كانت متغاظة جدا، بس لما الأكل وصل للزباين عجبهم جدا، وعلى ما الطلبات على طبق المميز ده ملأت المطبخ، سكينر كان مذهول ومتغاظ، فسحب لينجويني لمكتبه علشان يستجوبه. في الوقت ده ريمي كان بره بياكل بواقي الأكل ومستريح ومحدش واخد باله منه، وسكينر قعد يصب خمرة اللينجويني علشان يخليه يقول كل حاجة: انت بتطبخ كده ازاي؟ مين اللي بيساعدك؟ بس لينجويني ما قالوش اي حاجة. وبره ريمي سامع اصوات مش مألوفة، مشي ورا الصوت ولقاه اخوه ايميل. اتقابلوا بفرحة كبيرة وريمي سربوا له اكل من المطبخ. ايميل اترجاه يرجع تاني للمستعمرة وقال له: بابا وكلنا هنفرح قوي لما نشوفك. بس ريمي رفض، هو بقى عنده حلم دلوقتي، مطبخ وصديق ومستقبل، وعايز يساعد لينجويني. ايميل فكره وقال له: العيلة تيجي الأول. ريمي تردد بس وافق يروح يزورهم، ورجع للمستعمرة وأبوه بقية الفيران احتفلوا بوصوله، والفرحة كانت في كل حتة. وباباه قال له: احنا طلعنا مفتشين سموم كتير وانت مش موجود، بس محدش شاطر زيك. بس ريمي رد عليه بهدوء: انا مش هقدر اقعد، أنا عندي صاحب هناك وحياة تانية. البشر مش زي ما انت فاكر. هو كان عايز يغير العالم مش يستخبى منه. بابا أخده بره عند محل مليان مصايد فيران وسموم. ريمي اتجمد من الخوف، وبابا قاله: الفار لما يقرب من البشر بيموتوه، هو ده العالم، العيلة وبس هي اللي تحمي بعضها. بس ريمي صمم على رأيه وقال إن طبيعة ممكن تتغير، وإذا كان ولا بد تتغير يبقى لازم حد يبدأ التغيير ده، وسابهم ومشي ورا حلمه. وعلى الصبح ريمي وصل المطعم تاني ولقى لينجويني مغمى عليه على الأرض من كتر الخمرة اللي شربها الليلة اللي فاتت. في اللحظة دي كولت وصلت، وعشان يتفادوا الشك ريمي شد شعر لينجويني بسرعة من تحت طاقية وبدأ يتحكم فيه كأنه مارينيت. بس لينجويني ما كانش بيرد على أسئلة كولت، وكان واقف ساكت ومن غير أي روح. كولت حست بالخيانة وقالت له هي متغاظة: أنا علمتك كل حاجة وكنت فاكراك مميز، بس باين عليه كنت غلطانة. ولما ما لقيتش منه رد ضربته حتة بوكس. لينجويني فاق في الآخر، وكولت وهي كاتمة دموعها قالت له إنها دربته علشان عايزاه ينجح مش عشان مصلحتها. ولما جت تمشي لينجويني وقفها واعترف بكل حاجة: أنا ما بعرفش أطبخ، أنا ولا حاجة من غيرك، التوابل الزيادة دي ما كنتش أنا اللي بحطها. هي ما كانتش مصدقاه، فقرر يقول لها الحقيقة كاملة: أنا بيساعدني حد صغير قوي. وكان خلاص هيرفع طاقيته علشان يوريها ريمي، بس الفار زق لينجويني لقدام من الخوف وباس كولت بالغلط. موقف مفاجئ ومش متوقع، بس كان ساحر طبعا. في نفس الوقت ده بنروح لناقد الأكل الأسطوري أنطون إيجو. مساعده مينيون بلغوا ان مطعم جوستو بدأ يرجع لسمعته وشهرته تاني. ايجو اتصدم لانه كان فاكر ان المكان هينتهي بعد موت جوستو. وعلى الناحية تانية سكينر استلم نتيجة DNA من تالون، والحقيقة نزلت عليه زي الصاعقة. لينجويني هو فعلا ابن جوستو. سكينر جاله حالة رعب وما بقاش قادر يطرده، لان الناس ممكن تحقق ويفهموا ان لينجويني هو الوريث الشرعي. تالون طمنه في السر وقال له محدش لازم يعرف، هنخلي الموضوع ده بينا. بس القدر كان ليه ترتيبات تانية. كولت ولينجويني بدأوا يقضوا وقت أطول سوا ويتفسحوا في باريس، وطاقية لينجويني وقعت وريمي وقع منها. الناس صرخوا أول ما شافوا الفار وحاولوا يموتوه، فريمي جري علشان ينقذ حياته ونزل في المجاري تحت. وفي اللحظة الضلمة دي استوعب حاجة تكسر القلب: مهما كان شاطر في طبخ العالم مش هيشوفه غير مجرد فار. لما ريمي رجع المطعم لقى ايميل ومعاه شلة فيران بياكلوا البواقي في المطبخ. ريمي وهو محبط بس مخلص ليهم راح يسرق لهم أكل، بس المخزن كان مقفول، فتسلل لمكتب سكانر علشان يجيب المفتاح. وهناك جوه لقى وصية جوستو، قرأها وكل حاجة بقت واضحة: لينجويني هو ابن جوستو وهو المالك الشرعي للمطعم. ريمي طار من الفرحة، بس فجأة سكانر دخل وشافه. ريمي قفش الوصية وهرب بيها في المواسير والفتحات، وسكانر فضل
وفضل يطارده بجنون، بس الفار كان أسرع بكتير. ريمي رجع بالورق، وفي نفس الوقت سكينر دخل المكتب علشان يلاقي كوليت ولينجويني بيقروا وصية جوستو. خلاص الحقيقة ظهرت، ولينجويني هو الوريث. المطعم بقى بتاعه، وسكينر اترفض في ساعتها. لينجويني وريمي فرحوا جدا ونقلوا في بيت جديد سوا، وبدأت صفحة جديدة في حياتهم. نجاح لينجويني بدأ يحرق في دم سكينر، وبقى شاكك ومتأكد إن في فار في الموضوع، فاتصل في السر بمفتش الصحة وبلغ عن مشكلة فيران في مطبخ جوستو. المفتش قاله إنه مشغول وهيجي كمان كام يوم. وتاني يوم على طول الصحفيين اتلموا حوالين لينجويني بيسألوه عن سر نجاحه المفاجئ. ريمي كان متوقع إن لينجويني هيقول الحقيقة وإن الفار هو السبب في كل طبق، بس لينجويني ابتسم وقال أنا ابن جوستو، طبخ في دمي، وكولت هي اللي بتلهمني. ريمي حس بالخيانة واتغاظ جدا، فبقى يشد شعر لينجويني بغشم وعنف أثناء الحوار الصحفي، وعملية فضيحة. في اللحظة دي وصل أنطون إيجو ناقد الأكل المرعب اللي دمر جوستو قبل كده، وقال للينجويني بكل برود أنا هاجي بكرة وعندي توقعات كبيرة، ادعي إن أكلك يكون قد التوقعات دي. ومشي. لينجويني اتفزع وخرج بره وزعق في ريمي انت ليه بوظت لي الدنيا؟ ومن كتر الإحباط والضغط رمى ريمي بره المطعم وقال له أنا مش المارينت بتاعتك، اقعد هنا. وسكانر كان مراقب كل ده، ودلوقتي عرف الحقيقة، الفار هو الشيف الحقيقي. ريمي كان متغاظ جدا هو كمان، وبالليل أخد باباه والمستعمرة كلها ودخلوا مخزن الأكل وعملوا هجوم وسرقوا كل اللي يقدروا عليه. في نفس الوقت لينجويني ندم إنه طرد ريمي، فرجع المطعم في السر يدور عليه. الفيران التانية استخبت في ثانية وريمي طلع قدامه. لينجويني اعترف إنه محتاجه وقال له أنا مش عايز أخسرك، كل حاجة اتغيرت بسرعة قوي، أنا ابن جوستو ولازم أثبت نفسي ومش هقدر أعمل ده من غيرك. واعتذر له وفهم انه نسي الحقيقة وان ريمي هو اللي عمله. بس في اللحظة دي شاف عشرات الفيران جوه المطبخ بياكلوا وبيسرقوا، حس هو كمان بالخيانة وقال بصوت مكسور ومش من الغضب بس من الزعل انت اللي جبتهم هنا، انا وثقت فيك. وطردهم كلهم بما فيهم ريمي، وقال لو رجعت هنا تاني هعاملك بالطريقة اللي العالم بيعامل بيها الفيران. ريمي كان مكسور جدا ومشي وهو بيهمس لباباه كان عندك حق، احنا مجرد فيران. تاني يوم زيارة إيجو كانت فوق دماغ لينجويني زي العاصفة، وكان خايف إيجو يطلب حاجة جديدة وما يعرفش يطبخها. وفجأة الويتر دخل وقال إيجو وصل، وبره ريمي كان بيبص من بعيد وقلبه مكسور. إيميل وصل وكان جعان وبيدور في الزبالة، بس سكينر كان حاطط مصيدة. ريمي أنقذ إيميل بس وقع هو في المصيدة. سكينر حبس ريمي في عربيته وهو ناوي يمنعه من مساعدة لينجويني. جوه المطبخ الويتر راح لأنطون إيجو، فالناقد قال له بهدوء أنا سمعت إن الشيف بتاعكم عبقري، فدلوقتي عايز حاجة جديدة مش في المنيو. وبقية الزباين عملوا نفس الحاجة، كله عايز الطبق المخصوص. الفزع انتشر في المكان وطباخين اتلموا حوالين لينجويني يسألوه عن الوصفات، بس هو انهار وقال لهم أنا معرفش بتتعمل ازاي، الموضوع جه بالصدفة. دخل مكتبه وهو مرعوب، بكرة يا إما هيبقى أسطورة يا إما هينتهي. في الوقت ده إيميل وأبو ريمي كانوا بيدوروا عليه، ولمحوا عربية سكينر ورموا حجر كبير على الشنطة ففتحت، وريمي اتفك وجري بأقصى سرعة ناحية المطعم. أول ما دخل كل طباخين هجموا عليه علشان يموتوه، ما هو لسه فار في الآخر. بس لينجويني جري ووقفهم وشكر ريمي إنه رجع، وبعدين قال للكل الحقيقة أخيرا أنا ما بعرفش أطبخ، كل طبق مميز دقتوه كان بسببه هو، الفار ده كان طول الوقت تحت طاقيتي وهو الشيف الحقيقي. محدش صدقه وافتكروه اتجنن، وواحد ورا التاني طقم المطبخ كله استقال حتى كولت مشيت، ولينجويني انهار من خيبة الأمل. وفي طريق كولت وهي سايقة الموتوسيكل شافت كتاب جوستو إن أي حد يقدر يطبخ، طبخ للجميع، وافتكرت هي ليه
صدقت لينجويني من الأول. ريمي كان تايه هو كمان لحد ما باباه جه واعتذرله. هو أخيرا فهم حلم ريمي والمستعمرة كلها وقفت في ظهره. في اللحظة دي مفتش الصحة وصل وشاف كمية الفيران، بس أبو ريمي أمر فريق يقفشوه وحبسوه، ومع بعض خلوا المطبخ يبرق ونضيف زي القشطة. ريمي وزع الأدوار على كل فار، تقطيع، تقليب، تتبيل، ورص الأطباق. كتيبة الفيران بقت جاهزة. لينجويني رجع وشاف المنظر وابتسم. أخيرا الليلة دي هنطبخ. واشتغل هو ويتر وبقى يجري في الصالة والأطباق في ايده. كولت رجعت تاني هي كمان، وكانت مصدومة ومبهورة في نفس الوقت، وسألت الفار هيطبخ ايه لإيجو. ريمي اختار طبق الراتاتولي، أكلة فلاحين فقيرة وبسيطة بس قوية. كولت بدأت تعملها بس ريمي وقفها، هو هيعملها بطريقته الخاصة. طبخ بدقة وذكريات وحب، وفي دقايق الطبق كان جاهز. لينجويني قدمه لأنطون إيجو. الناقد خد قطمة وكل حاجة وقفت، وفجأة لقى نفسه رجع طفل تاني وواقف في بيت طفولته، ومامته بتحطله طبق الراتاتولي الدافي اللي مليان دفى وحب وبيته. أكل الطبق كله لآخر فتفوتة. سكانر دخل المطبخ وهو هيموت من الغيظ، بس الفيران قفشوه هو كمان وحبسوه مع مفتش الصحة. لينجويني قاله أنا كنت مجرد الويتر الليلة دي، في حد تاني طبخلك. إيجو صمم يشوف الشيف، فكولت قالت له يستنى لحد ما المطعم يقفل. بعد المواعيد إيجو قابل ريمي أخيرا. في الأول افتكرها نكتة، بس لما ريمي طبخ قدامه لايف إيجو فهم. جوستو كان عنده حق، مش أي حد ممكن يبقى فنان كبير، بس الفنان الكبير ممكن يجي من أي مكان. وتاني يوم إيجو نشر تقييم يجنن، ووصف ريمي بأنه أشطر شيف في فرنسا، ووعد إنه يرجع تاني. بس مفتش الصحة قفل مطعم جوستو لأنهم شافوا فيران جواه. ورغم كده لينجويني ما تهزش وفتح مكان جديد اسمه مطعم راتاتولي. وهنا لينجويني وكولت وريمي بيشتغلوا كتف بكتف سوا، والمستعمرة عايشة متهنية في العليا اللي فوق. الزباين ماليين كل ترابيزات.